السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هعمل معاكم النهارده وصفه اقتصاديه جدا جدا. هتعجب ولادكم جدا. لو عندك، تعالي اقولك، لو عندك بطاطس جبتيها وطلعت مش بتتحمر وبتتحرق في الزيت، تعالي اقولك بقى على وصفه رهيبه جدا. ناجتس الغلابة زي ما بيقولوا. هنعمل الناجتس بالبطاطس بدون لحم او بدون فراخ. هنعملها بطريقة سهلة جدا وبسيطة. امشي على الخطوات وان شاء الله الفيديو يعجبك. ويا ريت قبل ما ابدأ الفيديو لايك بقى واشتراك في القناة لو انت جديدة معايا، ولو انت من صحابي القدام وحبايبي يا ريت تسيبيلي تعليق حلو تقوليلي ان الوصفة عجبتك. شجعوني بقى. اول حاجة عملتها، جبت البطاطس كده وقطعتها زي ما انتم شايفين كده، مكعبات صغيرة كبيرة اي حاجة، زي ما تحبوا. استغلي البطاطس اللي بتحروق. لو انت يعني جبتي بطاطس وطلعت معاكي بتحروق ومش عارفه تستغليها، انا بقى هقولك تستغليها ازاي. في وصفتنا دي هقولك هنعمل الناجتس بالبطاطس دي، هتطلع حلوه قوي. وكمان هقولك على شويه وصفات هتعمليها وتركات كده في الاكل هتخلي هتستغلي البطاطس بدل ما ترميها او ترجعيها او مثلا تعمليها مهروسه بس كده وخلاص. هقولك تعالي هقولك هتعملي كام وصفه كده حلوه وهتعجب ولادك جدا. وكمان طعم البطاطس هيبقى مسكر فيها وحلو. اول حاجه بتجيبي الكبد والقوانص، بتنضفيها كويس جدا وبتقطعيها مكعبات، وتقطعيها صغيره وبتبتدي تشوحيها في البصل كده لحد ما تتشمع. وبعد كده بنزل عليها بمكعبات البطاطس وطماطم بقى وفلفل الوان وايه وحبشتكنات الحلوه دي، بتبقى زي الفل وكمان طعمها حلو. دي اول وصفة. تاني وصفة هقولك برضو تعملي ايه، وبرضو وصفة اقتصادية مش هتكلفك كتير. الوصفات اللي انا هقولك عليها اقتصادية جدا ومش هتكلفك خالص، يعني مش هتعدي معاكي ال30 جنيه. الوصفة التانية، بتجيبي اجنحة الدجاج وبتغسليها كويس جدا وبتنضفيها من الزفارة اللي فيها، وبعد كده بترشي عليها شوية ملح وفلفل وكمون وكزبرة ناشفة وشوية بابريكا وشوية زيت، وبتبتدي تدعكيهم كده كويس جدا مع بعض، وبتفردي البطاطس من تحت ومعاها شرايح بصل بقى وفلفل الوان وتدخليها الفرن. حاجه بقى كده تحفه، ولا هتحسي ان البطاطس اصلا بتحرق، هتطلع معاكي حلوه جدا. انا هنا بعد ما قطعت البطاطس سلقتها في ميه وحطيت عليها شويه ملح. بعد كده هرستها زي ما انتم شايفين. على فكره انا بستخدم ايدي اليمين بس التصوير مقلوب، فموضح ان انا بستخدم ايدي الشمال. بعد كده ابتديت نزلت بالبابريكا والملح والفلفل وكمان معلقتين من الدقيق، وهحط معاكم شويه من النشا. ببتدي اهرس فيها كده واقلبها كويس جدا. اهو هحط معلقه من النشا وابتدي اهرس فيها كويس جدا. لو قدرتي تعجنيه، لو عايزه تعجنيها بايديكي تمام، اهو لحد ما يوصل معايا المنظر بالشكل ده. هبتدي بقى اعمل ايه، هجيب القطاعة بتاعة السمبوسك، لو حابة تستخدميها استخدميها. انا هنا بصراحة حبيت ان انا استخدمها، فجبت كيس بلاستيك وحطيت عليها العجينة بتاعتي بتاعة البطاطس. بس بصراحة يعني مريحتنيش كويس، حسيت ان انا ايه هاخد وقت بقى كده. وطبعا مع بنوتي اللي انتوا طبعا بتسمعوا صوتها دايما في كل فيديو، مش هنجز بصراحة. فانا قلت لنفسي ايه، وما كانتش مظبوطه معايا، ما كانتش ظابطه معايا يعني بصراحه. فقلت لنفسي لا، انا هبتدي ان انا اقرصها بايديا، اعملها حلقان كده او صوابع، المهم ان انا اشكلها بسرعه علشان ما اقفش كتير في المطبخ. بعد كده جبت بقى شويه دقيق فردتهم كده، وهبتدي بقى ايه يعني ابدر بيهم البطاطس. لو لسه شايفه الفيديو لحد هنا ما تنسيش تدعي البابا بالرحمه والمغفره، ما تنسوش دعوه حلوه منكم لامواتنا واموات المسلمين يا رب، ربنا يرحمهم جميعا. هبتدي بقى اكور كده البطاطس بتاعتي. انا هنا كنت بجرب برضو ان انا ابدرها بالدقيق واعملها في القطاعه دي، بس بصراحه ما نجحتش معايا. حسيتها عايزه عجينه اكتر يعني، او عايزه تبقى متماسكه اكتر، بس انا مش عايزه انشف البطاطس معايا اكتر من كده، علشان لما اقليها قلبها يبقى طري من جوه وحلو، يبقى من بره ناشفه ومقرمشه ومن جوه طري، ما يبقاش بره ناشف وجوه ناشف. حبيتها تبقى طريه من بره. ابتديت بقى اعملها صوابع كده، شايفين، زي الكفته كده.
يا جماعة نفسي الفيديو ده يعني يكبر بيكوا لايكات بقى، وعايزة اقول لكم يعني ايه، كتروا بقى، اللي عنده صحاب كتير شيروا على الفيس عندكم يعني، يعني اعتبروها كده زي خدمة او مساعدة، يعني كله كده يتكاتف ويشير الفيديو على الفيس عنده علشان يكبر، او على اي موقع تواصل مع اصحابكم علشان الفيديو يكبر بيكوا، لان القناة مش هتكبر غير بيكوا ان شاء الله. بعد كده بقى، بعد ما خلصت يعني قطعتهم بقى وعملتهم صوابع او قرصتهم زي ما تقولي، حطيت الزيت بتاعي على نار هادية يسخن، وبعدين جبت بيضايه وحطيت عليها ملح وفلفل، وهبتدي بقى ايه اربها كده، وبعدين ابدا انزل بالبطاطس بتاعتي. محضره برضو معايا هنا محضره معايا الفيجيتار بتاع الناجتس، بحبه قوي، بحبه يبقى موجود عندي في البيت، بعمل بيه وصفات كتير قوي، وبيبقى جاهز عندي يعني في اي وقت بصراحه. يعني عايزه اقول لكم الوصفه دي انا قمت عملتها الساعه 2 بالليل يعني، عايزه اقول لكم اتلمينا عليها بقى، كنا بردانين، قلت لهم استنوا هعمل لكم حاجه تدفيكم وناكلها كده ايه، تبقى حلوه كده وتشبع. طبعا عارفين الشتاء واكل الشتاء والجوع بتاع بالليل ده، فلقيت دي حل، يعني حل سريع للساعه اللي كنا فيها، وحاجه دافيه كده وسريعه. طبعا كله بيشتكي من غلاء الاسعار، طب هنعمل ايه الولاد والكلام من دوت، وهنستغل المصاريف ازاي؟ اعملي بصي، استغلي كل جنيه بتاخديه في حاجة كويسة مفيدة. يعني مثلا بدل ما ابنك كنت بتجيبي له كل يوم مثلا شيبسي والحاجات اللي هي كلها مواد حافظة وحلويات بقى والكلام ده كله، استغلي كل جنيه. يعني بدل ما نجيب حاجات حلوة يا بابا، اقعد مع ابني كده، يا حبيبي بدل ما اجيب حاجات حلوة وتضر بطني وتضر جسمي وتضر معدتي، لا هنحول المصروف بتاعنا لحاجة نافعة وحاجة تنفعنا. زي ايه؟ طبعا انا بعد ما عملت الموضوع ده يعني قعدت فترة طويلة اقنع، بس الحمد لله ولادي متفاهمين معايا شوية. ابتديت اعمل ايه؟ المصروف اللي احنا هناخده بدل ما نجيب حاجة تضرنا، وفي الاخر يعني انا اقنعتهم، لان هو فعلا الحاجات الحلوة بتضر المعدة وبتضر كل حاجة، وهم نفسهم جربوا، يعني جربوا وجع البطن لما بياكلوا حاجة حلوة، وجربوا كل حاجة. فاقنعتهم ان يا بابا بص، مصروفك اللي انت هتاخده انا يعني مش هحرمك ان انت تجيب حاجة، بس نجيب حاجة مفيدة، ونجيب حاجة اللي هي تنفعنا وتقوينا على، يعني تقوينا على المذاكرة، حاجة كويسة. طب زي ايه يا ماما؟ يعني دلوقتي كيلو البطاطا اللي 2 كيلو ب5 جنيه، 2 كيلو بطاطا ب5 جنيه، يعني شوفي بقى انت ابنك بيصرف يعني كام جنيه؟ فال5 جنيه دي حلوة قوي، هتكفيكوا كل هتكفي مثلا 4 افراد. هاتي لهم 2 كيلو بطاطا وحطيها في الفرن تتشوي، هياكلوها حاجة نظيفة وجميلة وفيها فيتامينات عالية جدا جدا، وفيها حاجات كتير قوي. البطاطا مليانة بحاجات كتير قوي، وكمان بتعالج هشاشة العظام وبتعالج خشونة الركبة. تمام. انا هنا بقى ايه، حطيتها بقى هوت في الزيت وابتديت اقليها بقى. عايزه اقول لكم طعمها يا جماعه كان تحفه تحفه. لو عايزين تحطوا على الفيجيتار بابريكا، هيغير اللون الاصفر ده، بس بصراحه اللون الاصفر ده بيشد الاطفال في الاكل. تمام. في حاجه كمان بدل البطاطا، يعني في هنستغل الجوافه المصروف بتاع برضو نازله قوي، الأولاد رخيصه قوي أحسن اليومين دول استغلال، بخمسة بدل جنيه ما كانوا برضو لو جبنا بيستغلوه 2 أسوأ كيلو بعشرة استغلال بقى، جنيه حاجات يبقى حلو حلوة جدا. وكلام من تمام. وهيبرة لعلمكم الحاجات دي كلها بتعمل هيبرة للطفل، يعني ما بيبقاش قاعد كويس في البيت، بيبقى مبهدل الدنيا، بيلعب بيتنطط مش عارف ايه، بتعمل هيبرة جامدة جدا في الجسم. فانا بقى ايه، هنستغل بقى، اعملوا زي كده واستغلوا مصروف الاطفال، وبالبص وبالحب وبالاقناع، يعني اقنعوهم ان ده يا بابا بيضرك، احنا في حاجات هنبدلها بدل الحاجات ديت، هتبقى حاجات مفيدة من صنع ربنا، وحاجة ربنا دايما ما فيش منها اي ضرر، حاجة ربنا بتنفعنا ما بتضرناش. تمام كده. هسيبكم بقى كده
مشاهدة ممتعة مع نفسكم كده. اتفرجوا على الفيديو ان شاء الله عشان ما تزهقوش من الرغي بتاعي الكتير ده. اسيبكم على الفيديو. مشاهدة ممتعة ان شاء الله، ويا رب الفيديو يعجبكم. وما تنسونيش لو الفيديو عجبكم سيبولي في التعليق وقولولي انتوا من اي بلد، وما تنسوش اللايك والاشتراك وتنشروا الفيديو بين اصحابكم وحبايبكم. والسلام عليكم ورحمة الله. كملوا الفيديو للآخر.